إلى أهل الابتلاء في كل مكان أود أن أبشرهم بماذا؟ ببشرى الله لهم، وببشرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم. وما أكثر أهل الابتلاء في الأمة، بل وما أكثرهم في الأرض. تعلمت إيه من المرض؟ لمن نبني ونحن إنك ضعيف، عاجز، جاهل، فقير، محتاج. فتعرف ربنا سبحانه وتعالى في الحالة دي بصفة القيومية، فتقول كده: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. لا يقدر على رفع الضر غيرك. الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر واجب، أما الرضا فمستحب، لأن الرضا ليس كل الناس يرضى، بيبقى ساكت وحينفجر بخلاف الراضي. يعني الإنسان الراضي، الإنسان المتسخط، يفعل بعد شهر ما يفعله الراضي إذا وقع مصاب. صبر على المأمور أي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور أي صبر على ما قدره الله جل وعلا على العبد من الابتلاءات والمحن والمصائب والفتن. أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. روى الترمذي وابن ماجة بسند حسن من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ابتلي أيوب عليه السلام بالمرض، وابتلي بفقد الأولاد، وابتلي بفقد المال والأرض. كل شيء حواليه راح في لحظة، راح. مفيش صحة، مفيش أولاد، مفيش فلوس، مفيش أرض. لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر. كيف أعرف أنني صبرت؟ إذا تعرضت للفتنة في الخير والشر. الخير فتنة يا مولانا. أيوة، الخير فتنة، ده أعصف من فتنة الابتلاء بالشدة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إن الله تعالى جعل الصبر جوادا لا يكبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم. أبشر أيها المبتلى الصابر، أبشري أيتها الصابرة في البلاء. أبشر فأنت في معية الله. أبشر فالله يحبك. ما أصاب المسلم هم ولا غم فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. من قال هذا الدعاء أذهب الله همه وغمه وحزنه وأبدله مكانه فرحة. شفت كرم الجبار جل جلاله؟ يقول لك: قل لي انا جعان وانا وكلك، قل لي انا عريان وانا اكسيك، قل لي انا ضال وانا اهديك، قل لي انا مذنب وانا اتوب عليك. الله جل وعلا رحمن رحيم حنان منان
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها قوة ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يجد. أنا عايز أتكلم مع مين؟ أتكلم مع الملك. الله الكريم القادر الرحيم الغافر الودود العظيم. اللهم إني أسألك أن تذهب البلاء عن أهل الابتلاء. اللهم إني أسألك أن تملأ قلوبهم صبرا ورضا يا أرحم الراحمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب وهما المرض والتعب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. أنا العبد الذي سطرت